السلام عليكم، رجعت معكم فيديو جديد ووصفة جديدة كما العادة. كتقلبوا على حاجة حلوة وكتذوب في الفم. جربوا معايا هاد الفندق كراميل بطريقة مميزة وسهلة. راه الطعم كيحمق كيهبل الصراحة، زوين وكيجي سائل من الداخل، ويمكن لك ترافقيه مع لاكلاص غادي يحماقوا عليه الوليدات ما شاء الله. جا شفتوا كيفاش سايل من الداخل، كيجي ساهل وبمكونات بساط وكيوجد دغيا دغيا. تتبقاي حتى لاخر لحظه وكتوجديه. يلاه دابا نوجدوه جميع. بالنسبه للمقادير مضبوطين غنخليهم لكم ان شاء الله اسفل الفيديو. هنا غادي نوجدوا الكراميل، هو اللي كياخذ لنا الوقت نوجدوه. هو الاول كنديروا الماء والسكر في الكاسرونه، كنديروها فوق البوطه، كتكون البوطه متوسطه. كنزيد عليهم هنا الفاني والملحه، وكنخليه في الاول ما كنحركش داك السكر. صافي من بعد ملي كنشوف داك الجوانب الا بداو كيتحرقوا ليا كنبدا نحركهم غير شويه بشويه. مني السكر صافي كيبدا يذوب كنبدا نحركو بشي ملعقه خشبيه هكا، وصافي كنشوف واش السكر دايب حتى كيولي بحال في هذا القوام وكيولي يدير داك الرغوه. كتعرفوا راه مزيان. وصافي كنجيب نزيد عليه هنايا لا كريم. وعندكم راه كيكون هاد كيتشوك، يعني ملي كتخوي لا كريم بارده بزاف كيوقع واحد لو شوك وكيطلع داك البخار. عندكم تحرقوا، والا خفتوا انكم تحرقوا يمكن لكم تسخنوا لا كريم شويه عاد كديروها. صافي درت لا كريم على 3 دفعات، وهنا طفيت على الكراميل ديالي وزدت عليه الزبده، وكنبدا نحرك حتى كيذوب الزبده ونخليه يبرد. هنا درت البيض في هذا الاناء ودرت عليه الفاني والملحه، وكنبدا نطرب البيض بالباطور كما شفتوا حتى كيبدا يدير الرغوه شي شويه. صافي كنسيريه هكا بالسكر، كتزيدوه دفعه وحده ولا كديروا على 2 دفعات، المهم بحال اللي بغيتو ديروه ماشي مشكل. كنبقى نخلط داك البيض نطربو عفوا حتى كيتضاعف ليا الحجم ديالو. كنجيب هنا الزبده اللي ذوبتها وخليتها حتى بردات شويه، كنخويها مره واحده وكنبدا نخلط من التحت للفوق حتى كينسجم ليا الخليط. وكنخلط غير بشويه باش داك الهواء اللي دخلته في البيض ما ينزلش ليا. وهنا كنجيب الكراميل حتى هو اللي صبيته في واحد الاناء وخليته حتى برد. من الافضل نديروه يكون بارد اولا دافي، ما نديروهش وهو سخون بزاف. صافي بديت كنخوي وانا كنخلط حتى كنخوي داك الكراميل كامل. وصافي وكنبقى نخلط من التحت للفوق من التحت للفوق، كنستمر في التحريك حتى كينسجم ليا الخليط تماما. كتشوفوا الخليط ديالكم صافي راه انسجم. كنجيب الدقيق، كتكونوا غربلتوه ديجا اولا انا كنغربلو حتى كنبغي نستعملو باش ما كيرجعش يدير ليا دوك الحبيبات، وكيسهل عليا النيت. كنبقى نغربل بشويه بشويه بواحد اليد وكنخلط بواحد اليد. وفي هذا الوقت راه عندي انا الفران ديجا كنت شاعلاه كيسخن. وصافي دخلت فيه داك الدقيق كامل. شفتوا القوام ديالو كيفاش كيجي، يجي بحال هكا، كيجي خاتر. وصافي كناخذ عندي هنا واحد البوش درتو هنا في واحد الكاس غير باش يسهل عليا انني نفرغ عليه، نفرغ فيه داك لاباراي ديال الفوندو. صافي من الأحسن كيجيكم ساهل أنكم ديروه في البوش. كنجيب هنا إما كتخدموا نتوما كل واحد لي مول اللي عنده ولا السيركل ولا على حسب فاش بغيتو ديروه. أنا عندي هاد لي مول هادو كيدخلوا للفران غنديرو غير في هادو. دهنتهم بالزبدة ودرت ليهم بابي كويسو باش قلت حتى إلا السفلى شي شوية تطلع الفوق ما يتهرقش ليا. صافي كندير القياس ما كنعمرش هذاك المول كامل، كنخليه شوية قبل ما نعمرو بشوية. صافي كنحبس. صافي كنفرغ فيهم وحده بوحده. وبالنسبه للفران راني درتو على 200 درجه، درتو على 200 درجه، وهما كيبقاو من 10 دقائق حتى ل 14 دقيقه على حسب الفران ديال كل واحد. كاين الفران اللي خفيف كاين اللي ثقيل، المهم كل واحد وفرانو نتوما كتعرفوا فرانكم كيفاش داير. انا المهم بقاو لي هنايا من 15 تيبقاو، عفوا من 10 دقائق حتى 14 دقيقه ماشي 15. وصافي هنايا انا جبدتهم مني طابو، جبدتهم وخليتهم حتى بردوا شي شويه، عاد حيدتهم من داك القوالب.
وصافي قدّمتهم في هاد البلا هادي ودرت عليهم شوية ديال السكر كلاصي، وكما قلت لكم هنايا كل واحد كياكلهم بطريقته، كاين اللي كياكلهم هكا، كاين اللي كيرافقهم مع لا كلاص، وبالصحة والراحة.